الأهلي بيكمل سلسلة التعادلات ونزيف النقاط، ويفضل موقفنا متعلق في كل البطولات، ونبقى ولا مننا طايلين سما ولا مننا طايلين أرض. يعني ولا حسمنا الدوري في مصر، ولا موقفنا كويس في بطولة أفريقيا، ولا حتى بنقدم أداء يدينا أمل إننا ممكن نعمل أي حاجة في أي حتة. دخل الأهلي ماتش الشرقية بخطة اللعب المعتادة، وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى أوليفر إكرامي، 4 في خط الدفاع رامي ربيعة وسعد راموس في القلب، على يمينهم محمد هاني، وعلى شمالهم علي معلول. 2 في وسط الملعب عمرو السولية والجوكر أحمد فتحي، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه ميدو جابر، وعلى شماله جونيور أجاي، تحت مهاجم وحيد سليماني كولوبالي. كابتن حسام البدري في كل الماتشات الأخيرة، سواء النتيجة مش كويسة أو حتى الأداء شكله مش حلو، كان بيطلع في كل مرة ويقول السبب إن اللعيبة مجهدة. يعني واضح إن البدري عارف العيب فين وعارف إزاي هيعالجه، ولأن اللعيبة مجهدة لعبنا في التلت الهجومي بنفس اللعيبة اللي بيلعبوا كل الماتشات، وكانت النتيجة إننا تعادلنا مع آخر فريق في الجدول وما لعبناش بربع جنيه كورة. الأهلي لازم يفكر في إنه يخلص بطولة الدوري من بدري عشان نقدر نستفيد من الماتشات الباقية في إننا نريح اللعيبة المجهدة ونجهز اللعيبة اللي ما بتشاركش. شوط أول كان فيه كل العوامل اللي تساعدنا إننا نعمل نتيجة وأداء أحسن من اللي شفناهم. فريق الشرقية ملوش أي شكل أو تواجد هجومي وبيلعب على الهجمة المرتدة، وكان كل فكرهم عن الدفاع إنه عبارة عن 11 لعيب واقفين تحت الكورة من بعد دايرة نص الملعب. شوط كان فيه كل حاجة محتاجها لعيبة الأهلي عشان يطلعوا اللي عندهم ويحسنوا صورتهم قدام الجماهير. كان عندنا المساحات اللي بسبب بطئنا ما قدرناش نستفيد بيها، وكان عندنا الفرص اللي بدل ما نروح على الجول ونخلصها كنا بنضيعها. بداية أي فشل هو إنك تدور على عذر ترمي عليه غلطاتك. خايف لو نوصل لمرحلة يكون فيها موضوع الإجهاد هو الشماعة اللي بنعلق عليها سوء الأداء، وعشان ما يضحكش علينا وما نرددش كلامه خلاص، لازم نكون فاهمين إن لو بصينا على اللعيبة اللي لعبت كل الماتشات هنلاقيهم 2، أحمد فتحي وعبد الله السعيد. لو بصينا على فتحي مش هنلاقي عنده مشكلة، وهنلاقيه بيقدم مستوى كويس في كل المراكز اللي لعب فيها. أما لو بصينا على السعيد هنلاقيه فعلا مجهد. بس السؤال المهم، هل هبوط مستوى لاعب يوقع فريق بالكامل؟ وهل فريق بحجم الأهلي مكون من 30 لعيب ما فيهوش بديل لعبد الله السعيد؟ ولو كانت الإجابة يؤسفنا أقول لك إن إحنا كده مش فريق بطولة. جبنا جول في نهاية الشوط الأول، المفروض بقى ننزل الشوط الثاني عندنا حماس إننا نجيب الثاني والثالث ونخلص الماتش. بس إزاي؟ لازم نتدلع وندي فرصة لفريق الشرقية إنهم يدخلوا الماتش. الأهلي عمل شوط تاني أسوأ من أخوه الأول، شوط ما شفناش فيه أي حاجة غير باصات غلط وهجمات ما بتكملش وفاولات كل دقيقة، وكل شوية لمسة يد على أجاي. ده غير طبعا الأداء اللي ما فيهوش أي روح أو تركيز، وأي 11 لعيب بأقل إمكانيات كانوا يقدروا يعملوا ماتش أحسن من اللي عمله لعيبة الأهلي. عملنا 3 تغييرات. أول تغيير خرج ميدو جابر ودخل مؤمن، في تغيير ما استفدناش منه أي حاجة غير إن ميدو جابر الحمد لله خرج من الملعب، والتاني خرج كولوبالي ودخل عمرو جمال. تغيير بين قد إيه عمرو جمال لسه بعيد عن فورمته ومحتاج ياخد ماتشات أكتر، وأثبت إن موهبة عمرو جمال في دماغه مش في رجله. عمرو جمال في الهجمة دي كان عنده المساحة والوقت إنه يضم أكتر على الجول، وكان عنده كل الزوايا مفتوحة إنه يحطها في المكان اللي هو عايزه، ولأنه ما عندوش الثقة اللي تخليه يحط كرة زي دي فخاف إنه يضيعها من قبل ما يلعبها، فكانت النتيجة إنه لعبها بتسرع ومن غير أي تركيز وطلعت منه كأنه بيمرن الجول. أما التغيير الثالث خرج محمد هاني ودخل صالح جمعة في الدقيقة 85. تغيير ما فهمتوش ولا لحقت أفهمه ولا عايز أفهمه، لأنه كان في وقت متأخر وكان الحكم صفر. لو رجعنا بالذاكرة شويتين ورا هنلاقي إن اللي بيحصل مع الأهلي دلوقتي هو نفس السيناريو اللي حصل في نهاية الموسم اللي فات. للأسف الأهلي بقى من الصعب عليه إنه يوفق بين بطولتين كبار مع بعض، وبمجرد ما بندخل أفريقيا بيبدأ مستوى الفريق ينزل، وده لأسباب كتير، منها تلاحم المواسم مع بعضها، وإن في لعيبة ما بتريحش سواء مع الأهلي أو المنتخب فبيقل مجهودهم البدني، وكمان لأن لعيبة الأهلي كلهم مش في نفس المستوى، ومش كل اللعيبة تقدر تعتمد عليها وتشيل الفريق. ملاحظات على بعض اللعيبة. واضح جدا ان أجاي مستواه بيقل من ماتش لماتش، سواء بيلعب على الطرف اليمين او الشمال، لانه ما عندوش السرعات اللي تخليه يقدر يعمل انطلاقات من على الاطراف. أجاي محتاج يلعب في القلب عشان يبقى عنده حلول كتير يقدر يعملها في الكوره وما يكونش طول الوقت مزنوق جنب الخط. كولوبالي مفيش حد بقى عارف يوصل له الكوره، وتحس انه بقى عايش في كوكب لوحده، وبقى يخرج بره منطقه الجزاء كتير، وفي اغلب الاوقات بيستلم وهو مد ظهره للجول. عشان كده في فرق كبير بين كولوبالي في البدايات وكولوبالي دلوقتي. في النهاية عايز أفكركم إن الأهلي في عز أمجاده وبطولاته وكان أقوى فريق على المستوى المحلي والأفريقي، لأن ما كانش فيه حاجة اسمها لاعب أساسي ولاعب بديل، وكان أي حد يقدر يأدي ويكون جاهز في أي وقت ينزل فيه.
فلو عايز ترجع اهلي زمان يبقى لازم تدور على نفس نوعيه اللعيبه دي، واللي حاسس ان اسم الاهلي كبير عليه وتيشيرت النادي واسع عليه سواء مدرب او لاعب ومش هيقدر يدخل اي بطوله يلعب فيها بروح عشان ياخدها، يمشي النهارده قبل بكره. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير. ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معانا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.